مجموعة ديرماكتيف أكتيريفير. إيه الفرق بينهم؟ وإزاي تعرفي مين فيهم المناسب ليكي؟ ويا ترى إيه هي عيوب كل واحد؟ أول حاجة محتاجة تعرفيها إن المجموعة دي تعتبر دلوقتي من أحسن المنتجات المصرية للبشرة الجافة والحساسة، وهما المرطب المكثف وكريم السيكا والهيدروجيل. أول واحد هو المرطب المكثف، وده غني جدا بالزيوت الطبيعية، فبيرطب البشرة بعمق، وهو مخصص أكتر للبشرة شديدة الجفاف واللي عندهم إكزيما جلدية، وممكن يستخدم للوش وللجسم وممكن كمان للأطفال، وحجمه 200 مللي. بس عيبه إن ممكن تحسيه تقيل شوية، وده بالذات في وقت الصيف والحر. تاني واحد هو كريم السيكا. الكريم ما فيهوش مادة السنتيلا، ودي المادة الموجودة في كل كريمات السيكا المستورد أو المصري. طب إزاي بقى اسمه سيكا؟ ده لأن فيه بدايل من زيوت نباتية بتدي نفس مفعول المادة دي، زي مثلا زبدة الشيا، وده اللي بيخليه مثالي إنك تستخدميه بعد جلسات التقشير والليزر، لأنه بيرمم البشرة وبيرطبها وبيقلل إحساس إنك عايزة تهرشي. وبرضه ممكن تستخدميه للوش أو الجسم، وهو حجمه 50 مللي. وعيبه إن تأثيره ممتاز جدا، بس برضه مش زي كريمات السيكا التانية. آخر واحد بقى هو الهيدروجيل، وده جل مرطب للوش، وهو مش دهني خالص ومش بيلزق، والبشرة بتمتصه بسرعة جدا من غير ما يسيب أي أثر. عشان كده بيكون مثالي للبشرة الدهنية والاستخدام في الصيف بعد يوم طويل في الشمس، وهو حجمه 50 مللي، وهيحسسك بالفرق بعد أول استخدام. ولأن دلوقتي في السوق مليارات المنتجات، بس مش كلها بتحقق النتائج اللي بتوعد بيها، فشركة ديرماكتيف المصرية عملت لاينات كتير عشان تغطي كل احتياجات البشرة، واللي ممكن تعرفي أكتر عنهم في الفيديو ده. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.